أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهل جولتنا الإخبارية اليوم من شمال المغرب، حيث تشهد منطقة شفشاون تداعيات كارثية لفيضانات وانهيارات أرضية غير مسبوقة. فقد تعرضت منطقة أغبالو بإقليم شفشاون لسلسلة من الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة التي ضربت المنطقة في الساعات الماضية، وقد أظهرت اللقطات المروعة حجم الدمار، حيث انهار مسجد بالكامل، بالإضافة إلى تضرر وانهيار العديد من المنازل السكنية التي جرفتها السيول الطينية. المشاهد تتحدث عن نفسها: طرقات مقطوعة، أراضٍ زراعية مدمرة، وممتلكات باتت تحت الأنقاض. فرق الإنقاذ والسلطات المحلية مدعوما بجهود الأهالي والمتطوعين تبذل جهودا مضيفة في ظروف جوية صعبة للغاية، حيث الضباب الكثيف والأمطار المتواصلة تزيد من تعقيد الوضع. كما ترون في هذه اللقطات، يعمل رجال الإنقاذ على محاولة إزالة الأتربة والحطام، ويقومون بنقل الماء والمياه في ظروف محفوفة بالمخاطر. الأنباء الأولية تشير إلى أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية هي السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة، مما أدى إلى تشبع التربة وانهيار سفوح الجبال. العديد من الأسر فقدت مآويها، ويتم حاليا تقييم الأضرار بشكل شامل لتحديد الاحتياجات الفورية للمتضررين. تعمل السلطات على توفير المآوي المؤقتة والمساعدات الإنسانية للمتضررين. الوضع يتطلب تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم لسكان هذه المنطقة الجبلية الوعرة